السلام عليكم ورحمة الله حبيبي. بالعكس ماكو شيء واحنا بخير، ومستحيل ان اذب وليداتنا وشبابنا بمعترك يسبب لكم الاذى ويسبب للجهة المقابلة للاذى. حبيبي اي شيء ما زال تقدر لسويه في سبيل الله. علي بن ابي طالب من جاروا عليه وعلى بيته كان يقدر كل شيء يسوي. صح لو انا غلطان تشكون برجولة علي، لكن كسر فتنة خلص. بعد شنو وقت تكسر فتنة اكسرها خلص بعد، لأن مو رجولة أن تطلع تقتل أخوتك وتقتل ولد عمك وتقتل ولد مذهبك وتقتل ولد دينك على مود ساعة شيطان. شفت أنا باقتداري أقدر أسوي شيء وأسويه خلص، قدرت أكتم غيظي خلاص، خلي يهوسون يسوون كما كلهم وليداتنا وأخوتنا إن شاء الله وماكو شيء. سيأتي يوم من الأيام يتذكرون هذا الكلام. ترى خليها في بالكم، الطريق اللي أنا بيه رغم ما يقال هذا طريقنا نهايته موت، والقتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. لذلك سيأتي يوم من الأيام يقول لك بريل الذمة، بس وين تلقاه بعد؟ كقبلة على جبين ميت. الإنسان إذا تريد تعتذر له وهو مات أنت تبوسه من جبينه، بس هو بالمغتسل فادتك البوسة؟ لا خلاص. بعد أسأل الله أن يجعلني من الصادقين ومن شيعة أمير المؤمنين الحقيقيين بحق محمد وآله الطاهرين. أرجوكم لا حد يتكلم على الأخوة وواحد ينابذ الآخر، لأن ترى بالجروب حتى الأخوة التيار الصدر ويانا ومناصرين لأهالي فلسطين، ذولا ولد مذهبك وخلاص بعد سد الموضوع. تحياتي لكم أخواني.